أنا اسمي وليد حبيب، رئيس قطاع التسويق والدعاية لوحدة أمراض الصدر في GSK. والحقيقة النهاردة بنحتفل كلنا باليوم العالمي لمريض السدة الرئوية المزمنة، وبيساعدنا في GSK إن احنا نقدم عقار الأنورو إليبتا. والحقيقة يمكن العقار ده يمكن هيضيف كتير جدا لمريض السدة الرئوية المزمنة في مصر وللمريض المصري بصفة خاصة. الحقيقة الدواء فعال جدا، بيحتوي على 2 من موسعات الشعب الهوائية، بيشتغلوا بتقنية عالية جدا وبسينرجي، وكمان في ديفايس او جهاز مختلف جدا سهل الاستخدام وبسيط. المريض المصري يقدر يستخدمه بسهولة، وبالتالي يقدر ياخد الجرعة المطلوبة بدقة عالية جدا ويستفيد من الدواء. كمان السعر بتاع الدواء تنافسي جدا مقابل الأدوية الموجودة في نفس السيجمنت، وده يقدر يخدم قطاع كبير جدا من مرضى السدة الرئوية في مصر. محمد الضبابي، رئيس التنفيذي لشركة GlaxoSmithKline في مصر. يمكن بمناسبة الاحتفال أو التوعية باليوم العالمي للسدة الرئوية، احنا النهاردة بنحتفل بتوفير أحدث العقارات الموجودة عالميا لعلاج المرض. في الحقيقة هو مرض مش واخد حقه في التوعية، بيصيب حوالي 4% من المواطنين المصريين، يعني حوالي 4 مليون مواطن سنويا. عالميا بيتوفى حوالي 300 مريض سنويا بسبب مرض السدة الرئوية. السبب الرئيسي للمرض هو التدخين، وبالذات طبعا عندنا في المنطقة العربية عموما أو هنا حتى في مصر بيبقى بسبب تدخين الشيشة. احنا في إطار رؤية مصر 2030 وحرص وزارة الصحة المصرية وهيئة الدواء على توفير أفضل الأدوية وأحسنها عالميا هنا في مصر، احنا بنسعد النهارده بإطلاق الدواء الجديد، ويبقى لينا دور أكبر في التوعية بمدى خطورة المرض وأهمية علاجه في الفترة اللي جاية إن شاء الله. احنا النهارده بنحتفل باليوم العالمي للسدة الرئوية المزمنة. السدة الرئوية هي أحد أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، اللي هي بنسميها أحد أمراض القاتل الصامت. والقاتل الصامت ده بنسميه ليه قاتل صامت؟ لأن أعراضه بتبقى أعراض بسيطة جدا، كل الناس بتاخدها على إنها حاجة بسيطة جدا زي الضغط مثلا. فالسدة الرئوية هي مرض تنفسي بسببه الأساسي هو التلوث، والتلوث اللي أنا بعمله لنفسي أكتر حاجة هو التدخين سواء تدخين السجاير أو تدخين الشيشة. وزي ما بنقول التدخين الشيشة بيسبب سدة رئوية أكتر كتير كمان من تدخين السجاير، لأن الشيشة الواحدة ممكن تساوي 10 لأكتر سيجارة، اللي هو الكرسي الواحد أو الحجر الواحد. العيان بتاع السدة الرئوية المزمنة ده يبتدي يشتكي من حاجة اسمها النزلة الشعبية المزمنة، يعني كحة وبلغم. أول ما يقوم من الصبح يكح ويجيب شوية بلغم، يبتدي يزيد تدريجيا، يجيله نزلات شعبية متكررة بالذات في فصل الشتاء، ويبتدي ينهج مع المجهود. الأول مجهود شديد، ثم بعد كده مجهود بسيط، وبعدين بعد كده يدخل بقى في فشل تنفسي وكمان فشل في عضلة القلب. هنا بقى مهم جدا ان العلاج بتاع السدة الرئوية هو دي من ضمن الامراض اللي هي preventable disease، يعني الامراض اللي ممكن انها ما تجيش اصلا لو انا ما شربتش سجاير او وقفت سجاير بسرعة اول ما يجي لي النزلة الشعبية. فاذا وقف التدخين ده نمرة 1 و2 و3 و4. وبعدين موسعات الشعب ممتدة المفعول. موسعات الشعب بقت ممتدة المفعول بقى في انواع كتير، لكن اهمها دلوقتي في انواع اللي هي بتشتغل مع بعضها. ممتدة المفعول بيبقى 2 مع بعض في نفس الجهاز، وده اللي بيخلي الأعراض بتاعت النهجان وبتاعت البلغم تقل، وفي نفس الوقت كمان النزلات الشعبية المتكررة بتقل مع استخدام هذه أنواع البخاخات اللي بتستخدم في العلاج، مع الأساس فيها وقف التدخين. مساء الخير، أنا بشكركم على حضوركم معنا النهاردة في الاجتماع اللي احنا عاملينه بمناسبة اليوم العالمي لما يسمى السدة الرئوية أو الانسداد الشعبي أو الانسداد الشعبي الرئوي المزمن.
وده مرض بنعرفه من زمان جدا، وعارفين مسبباته وعارفين الوقاية منه وعارفين علاجه. وبقول وبحيي ان احنا تصادف احتفالنا هذا اليوم بهذا المؤتمر او هذا اللقاء مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ 27 اللي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ، وكانت ناجحة بكل المقاييس العلمية والفنية والتنظيمية، وحاجة إضافة كبيرة جدا لمصر. هذا المرض مرض مزمن مستمر، يعني بيجيله هذا المرض إذا ما اتبعش الأساليب الوقائية والعلاجية المرض بيستمر في التدهور ويؤدي في الآخر إلى فشل تنفسي. السببين الرئيسيين، في سبب جيني أو وراثي بيحصل في بعض الحالات، وده ممكن يجي في سن الطفولة، نقص فيتامين، نقص مواد معينة جينية بتؤدي لنقص مادة اسمها ألفا 1 أنتي تريبسين، وده بيؤدي إلى الإمفيزيما، ودي أحد مظاهر الانسداد الشعبي الهوائي المزمن. إنما أغلبية الحالات أو الغالبية العظمى هي ناتجة عن التدخين بكل أنواعه وكل أشكاله. والحاجة الثانية المهمة، ودي ربط هذا الموضوع بقضية البيئة والمناخ، هو نتيجة لتلوث البيئة والتغيرات البيئية الشديدة التي تحدث، ووجود أتربة وأدخنة ومبيدات معطرات منظفات، كل دي ممكن تؤدي إلى تأثير على الجهاز التنفسي. لكن التدخين السلبي والتدخين الإيجابي من ضمن الأسباب الرئيسية في الغالبية العظمى من هذه الحالات. العيان اللي بيتبع الأساليب الوقائية وبيبدأ علاج مبكر بالأدوية المتاحة اللي احنا بنستخدمها، الحقيقة بنقلل تدهور. أنا قلت المرض ده مزمن، فهذه الأدوية بتقلل من تدهور الحالة عندما يبدأ المريض في مرحلة مبكرة علاج وقائي أو اتباع الأساليب الوقائية، ثم العلاج الطبي أو العلاج الدوائي اللي احنا بنستخدمه. وإن شاء الله يعني أعتقد أن الفترة القادمة سوف تشهد نوع من السيطرة على التدخين، نوع من السيطرة على تلوث البيئة، واتباع البروتوكولات العلاجية التي تحد من مشكلة هذا المرض. شكرا.